احمد حلمي هو من افضل فنانين الكوميديا اللي جم في تاريخ مصر، وانا النهارده جاي علشان ارشح لكم واقول لكم على اكتر 10 افلام بحبهم للفنان احمد حلمي. واول فيلم معانا وفي المركز العاشر هو فيلم جعلتني مجرما. هو مش من اكتر الافلام اللي بفضلهم لاحمد حلمي، بس هو يظل فيلم خفيف ولذيذ، وتقييمي ليه هو 7 من 10. وبعده في المركز التاسع فيلم بلبل حيران. فيلم قصته حلوه وكوميديته لذيذه وفي بلوت تويست حلوه في الاخر، وشخصيه احمد حلمي فيه مختلفه عن اغلب الشخصيات اللي هو بيأديها، وتقييمي ليه هو 7.5 من 10. بعدها نخش على المركز الثامن وفيلم اكس لارج، وده يعتبر من افضل افلام احمد حلمي في الحقبه الاخيره. وبعد الفيلم ده للاسف احمد حلمي مستواه قل كتير وما عملش اعمال كويسه تنافس اعماله القديمه، وتقييمي للفيلم ده هو 7.5 من 10. في المركز السابع بقى فيلم النوستالجيا الجميل وروتانا سينما، وهو فيلم ظرف طارق. الفيلم ده يا جماعه روتشبل بطريقه مش طبيعيه، وحرفيا كده ما يتزهقش منه، وتقييمي ليه هو 7.5 من 10. بعديه بقى الفيلم اللي شبهه بالظبط بالنسبه لي وحرفيا نفس النوستالجيا، وكان حرفيا في البيك بتاع احمد حلمي، وهو فيلم مطب صناعي. وقصته جميله ومسليه جدا، وكميه الافيهات اللي فيه تحفه، وتقييمي ليه هو 7.5 من 10. نخش بعد كده على توب 5 وافضل 5 افلام للفنان احمد حلمي. في المركز الخامس معانا فيلم الف مبروك. فيلم قصته مختلفه ومتنفس حلو جدا، وفي كميه افيهات برده تحفه، مسروق من فيلم اجنبي، بس بالمناسبه فيلم الف مبروك يعتبر افضل منه بالنسبه لي، وتقييمي ليه هو 7.5 من 10. في المركز الرابع بقى فيلم جميل وذكرياتي معاه حرفيا تحفه، وهو فيلم زكي شان. الكوميديا اللي فيه لذيذه قوي، وبالنسبه لي من افضل افلام الفنان حسن حسني طبعا، كل جوانبه حرفيا كانت تحفه، وتقييمي ليه هو 8 من 10. بعد كده بقى نخش على التوب 3، وفي المركز الثالث فيلم كده رضا. وبصراحه الفيلم ده اتعلقت بيه قوي وبفكرته، وتقييمي ليه هو 8.5 من 10. في المركز الثاني والاول بقى بصراحه انا كنت محتار جدا ومش عارف احط مين في المركز الاول، فانا هديكم الفيلمين وانتوا رتبوهم بقى بمعرفتكم، وهم عسل اسود واسف على الازعاج. حرفيا هم افضل فيلمين في مسيره الفنان احمد حلمي، وما اظنش ان هم هيتكرروا تاني. تفضيلي انا الشخصي بين الاثنين هو فيلم عسل اسود. وفي الاخر يا ريت لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي هعملها. اشوفكم على خير في حلقات كتير جايه، وسلام.